اليوم جاو عندي ضياف على غفله وما كان عندي والو. حليت الكونجيلاتور، صبت شويه دجاج وحفنه جلبانه. دونك ديسيديت باش ندير لهم جلبانه معسله للقلب، واكدوا لي على البنه والله غير لحسوا طباصه. وبيسكو كوزينتي محلوله على صاله مونجي ويشوفوني كي نطيبت، رحت جبت لا نوفيل غام دو كويزين من عند BBF. لا غام هذه لا ماتيير بروميير ديالها 100% ايطالي، الانوكس ديالها ما يحول ما يتصدد، وزيد يقعدوا باردين يعني غير ناقل الحراره. الحاجه الاولى رحت وجدت لاصاله، درت الرز يغلي، درت ولاد الدجاج يغلو كيف كيف، ورحت جبت هاد المقله العريضه باش كي نعقد الجلبانه يبان وجهها شبه. قليت الدجاج مع شويه ملح ودرت حبه كبيره تاع بصل، ملح فلفل كحل قرفه، وخليتهم يتقلاو نص ساعه على نار قليله. وباش تجي الجلبانه تاعي زاكيه درت لها حفنه تاع زروديه اللي كنت قطعتها بهذا الشكل. والجلبانه ديروا على حسب افراد العائله تاعكم. هنا الرز سي بون طاب، نروح نصفيه ونغلي زروديه، نمرقوا بما يكون سخون ونغطيها ونخليها طيب. بعد ما طابت جبت المقله تانيك تاع BBF، حمرت هذاك الدجاج بشويه زبده ونحيته. دوكا نروح نعقد الجلبانه ديالي بولاد الدجاج وشويه تاع معدنوس، ونعاود نحط لي مخصو تاع البولي كيما راكم تشوفوا ونغطيه. وبيسك ما حبيتش نقدمها وحدها، جاتني فكره تاع فريت اومليت انديفيدوال اللي درت فيها شويه فريت معدنوس، البيض مع شويه كريمه سائله وخلطتهم. تحبوا تزيدوا الفرماج زيدوا، تحكموا لي سيرسو في المقله توجور، تعمروهم كيما درت انا هكذا بهذه الطريقه وتقلبوا. وفريت اومليت تاعكم راهي واجده. تم بريباريت شلاضه ورحت جبت المطلوع اللي كان عندي في كونجيلاتور، سخنته وهذه هي النتيجه النهائيه. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو تحتفظوا به، ومن تحت راح نخلي لكم صفحه تاع BBF هكذا باش تكومونديو لا غام اذا عجبتكم.